يعني على اتصال بمختلف الجهات بما في ذلك طبعا قداسة البابا شنودة الثالث وفضيلة شيخ الأزهر وجهات مختلفة. ولكن كل اللي أقدر أقوله دلوقتي إن أنا بأناشد الجميع بضبط النفس. فلا يمكن إن إحنا إن أي حد عاقل أي حد مخلص للبلد دي يتصور إنه بالاستمرار في إشعال هذا الحدث إنه هيرجع بفايدة عليه ولا على الوطن. كلنا هنتضر، وأرجو إن الجميع يدرك هذا، إنه في هذه الأيدي يجب أن تقطع. دي بتحاول تدمر مصر، ما بتحاولش تحل مشكلة. فده إحنا اللي شايفينه مشهد في الحقيقة غريب جدا. وإحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا مجتمعين وهيبقى في تحقيقات ولازم نشوف إيه اللي بيحصل دوت. وأنا دايما بقول إنه يعني إحنا في الحقيقة إنه يعني المواطنة ما بتفرقش ما بين مسلم ومسيحي، وده المبادئ الأساسية اللي احنا بنعتمد عليها كده. وإن احترام حق الجميع في بناء دور العبادة وممارسة شعائرهم. وإن احنا برضو من جهتنا إن احنا بنوعد إن احنا نطبق القانون بكل حزم على كل من يخالفه، على كل من يحاول يشعل النار في البلد دي. وبرضو أنا ببعت رسالة ليكم في الإعلام ان انتوا برضو ان شاء الله بالتغطية دي، وان انتوا توضحوا للناس ان لا يمكن الصورة دي تكون يعني ناس مخلصة للبلد، لا يمكن لا يمكن. وانا بشكركم وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله في رسالتكم الاعلامية اللي احنا بنعتمد عليها كتير، وربنا يقدرنا انه نعدي المرحلة دي على خير باذن الله. شكرا. شكرا للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وجميعنا نتمنى عبور هذه المرحلة.